السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الاقتراح اللي غادي نتقاسمه معكم اليوم راح يكون كيكه بالشوكولاته بطبقتين لذيذتين وبسيطتين للتحضير. انا متاكده بلي غادي تعجبكم بزاف بزاف. ما تنساوش ديروا لي جيم وديروا متابعه للقناه، وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. اذا ما نطولش عليكم، نروح مباشرة نشوفوا طريقة التحضير والمقادير اللازمة. بالنسبة للمقادير عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، نضيف عليهم قرصة ملح لتعديل الذوق، 5 ملاعق كبيرة سكر خشن ما يعادل 100 جرام، 5 ملاعق كبيرة زيت ما يعادل 50 مليلتر، ملعقة صغيرة فانيليا، نستعمل سائلة ولا أوبود، 5 ملاعق كبيرة حليب. نخلط المكونات مع بعضهم بالخلاط اليدوي ولا الكهربائي. بالنسبة للنواشف نسحق 5 ملاعق كبيرة فرينة، ضفت مع الفرينة ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. نصفي النواشف نتاعي، 3 ملاعق كبار كاكاو مر ما يعادل 30 جرام، كما قلنا الخميرة الكيميائية خلطتها مع الفارينة، تقدروا ديروها. نحرك المكونات مع بعضهم. كما قلنا بالنسبة للخميرة الكيميائية درنا غرفة صغيرة معمرة ما يعادل 7 جرام. اذا هكذا نجيب المول تاعي نكون درت فيه الزبدة ودهنته بالفارينة. تقدروا، انا خدمت هنا بالسرسو درت فيه ورق الطهي. تقدروا ثاني تزيدوا عليه الومنيوم الا تخافوا السائل يخرج لكم. الا عندكم مول خدموه في المول، انا خدمت بالسرسو. نجي نصب الخليط فيه. بعد ما نكمل نصب الخليط ندخله الفور وهو بارد مباشرة، ما نسخنوش من قبل. نشعل عليه من تحت 180 درجة لمدة 10 دقائق. بعدها نطفي من تحت، نشعل من الفوق 10 دقائق واحدة أخرى. إذا هذا هي بعد ما طاب لي الكيك تاعي نجي نشربه. نشربه أنا اليوم بفنجان حليب، نضيف عليه نصف كيس قهوة نسكافيه. نثقب الكيك تاعي بكوردون ونجي نشربه بهذا الفنجان كامل. نتوما لكم الاختيار، تقدروا تشربوه كما شربته انا ولا تقدروا ديروا له سيرو عندكم. لكم الاختيار. بعدها نروح نحضر الطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية نحتاج نصف لتر حليب، نضيف عليه 2 ملاعق كبار مايزينا، نخلط. نضيف آه، ملعقة صغيرة لافاني، ونخلط هذه المكونات مع بعضهم.
ونخليهم على جنب. بعدها نجيب مقلة، نضيف عليها كأس إلا ربع سكر، ما يعادل 120 جرام. نشعلها على نار متوسطة ونخليه يتكراميليزا وحده، ما نخلطوش بالملعقة، نخليه حتى يذوب وحده حتى يولي سائل. بعد ما يولي لي سائل هكذا كما راكم تشوفوا، نبقى هكذا نخلط فيه بحركات بلا ما نستعمل الملعقة. بعد ما ذاب لي السكر تاعي كامل، نجي نضيف ملعقة صغيرة زبدة، نخلطها جيدا مع السكر الذائب نتاعي. بعدها نجي نضيف ملعقة دانة شوكولا ولا دانة كراميل كما تحبوا. نخلط الملعقة الأولى، بعدها نضيف الباقي تاع العلبة تاع الدانات. نخلط المكونات مع بعضهم حتى ينسجموا لي. بهذه الطريقة. بعدها نجيب نصف لتر الحليب تاع الحليب اللي خلطته مع المايزينا ولا فاني، ونجي نضيف عليه هذا الخليط ونبقى نخلط. بهذه الطريقة نشعل النار الفرن على نار متوسطة، ونبقى نخلط، ما نحبسش تخلط حتى يوصل للغليان ويبدا يعقد. اذا هكذا كما راكم تشوفوا بعد ما عقد. شوفوا الخليط تاعو بعد ما بدا يدير الفقاعات وعقد. نطفي عليه. نضيف 60 غرام من الشوكولا نوار، هذا اختياري، تقدروا تضيفوه تقدروا ما تضيفوهش، لكم الاختيار. ونخلط المكونات مع بعضهم حتى ينسجموا لي. اذا هكذا نعاود نجيب الكيك تاعي اللي كنت خليته في المول، ما نخرجوش من المول، نضيف عليه الطبقة الأولى هكذا كما راكم تشوفوا. نجي نخلطها باش تولي متساوية، وندخلها للكونجيلاتور باش تحكم روحها. بالنسبة للطبقة الثالثة نحتاج 140 غرام شوكولا سوداء، من 50 إلى 70 مليلتر من الحليب الساخن. نبقى نضيف بالعقل، سا ديبو، يعني نتوما لو كان ديروا شوكولا تاعكم بالحليب تحتاجوا 50 مليلتر، الا كانت شوكولا سوداء نحتاج من 50 الى 70 هكذاك مليلتر. نبقى نخلط، لازم يجينا الشوكولا تاعنا القوام تاعها يكون سائل باش يقدر يمشي لي في المول، باش كي نديرها في المول تمشي بسهوله، ما تكونش سائله بزاف باش تحكم
تحكم روحها. يعني كي نديرها في الكونجيلاتور لمدة حوالي هكذاك 45 دقيقة، نصف ساعة، تحكم روحها ما تبقاش سائلة. اذا هكذا كما راكم تشوفوا، عاودت جبت المول تاعي من الثلاجة، ضفت عليه الطبقة الثالثة. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون يساعدني باش يمشي لي في المول. من المستحسن انكم هذا الخليط تصفوه من قبل باش ما يجيكمش الكتل، باش يجي الشكل تاعكم متقون، ما يجيكمش فيه كتل من الفوق. من هكذا نمشيها بهذه الطريقة، ونعاود ندخلها للثلاجة تشد روحها لمدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة. إذا كما راكم تشوفوا، بالنسبة للتزيين أنا زينت بفرميسال شوكولاتة. بالنسبة للتزيين لكم الاختيار، تقدروا تزينوها هكذا، تقدروا تزينوها بطريقة أخرى. بعدها نجي ندير هكا دائرة من الفوق. إذا هذا هو الشكل النهائي الكيك تاع اليوم. نتمنى أنه يكون عجبكم. أنا أكيدة بلي تكون عجبتكم هذا الكيكة البسيطة بلا جيلاتين وبلا كريمة سائلة. يعني أنا تعمدت باش نديرها بلا جيلاتين وبلا كريمة سائلة، بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، وفي نفس الوقت تكون لذيذة. ما تنسوش إذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم وتخلوا لي كومنتير. إلى اللقاء، نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله.